الحليم مراد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. معالي الرئيس، أيها الأخوة الكرام، يعني كل مرة نوقف في هذا المجلس سواء فيما يتعلق بردود الحكومة على رغبات النواب أو في الموضوع الحالي الذي رد الحكومة على توصيات لجنة التحقيق بابكو. حقيقة أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات، هذا التقرير لا يرقى أن احنا نطلع عليه ونقرأه، لكن من باب إدحاض الشبه والاتهامات التي ساقها الوزير للجنة والمجلس نحن نتكلم. وأنا يؤسفني كل الأسف أن الحكومة تتبنى هذا الرد من الوزير اللي سواه الوزير، اللي في 40 صفحة لمع روحه من صفحة 1 ل40. الوزير فعل والوزير فعل والوزير فعل. الوزير علم مسبقا بالإضراب الذي تم في بابكو ولم يتخذ أي إجراء، وظهر في الصحافة وتصريحه موجود في الصحافة، قال كل شيء على ما يرام. بعد شهر أو شهر ونص قال لا، بنسوي لجان تحقيق في متجاوزين. ظل الرأي العام للأسف الشديد ما جلس مع الموظفين، قال لهم ترى هذه بيأثر على أعمالكم، بيأثر على البحرين، بيأثر على الاقتصاد. ما جلس مع النقابة وقال له هذا يخالف قانون النقابات وبحيلكم عن النيابة، هذه ما تم أبدا. وأتحدى الوزير أنه يقوم يقول أنا سويت. بعدما تحركت لجنة التحقيق قام الوزير وتحرك. أما قبل ذلك لو الوزير قام بالإجراءات الاستباقية ما وصلت البحرين إلى هذا، أو ما وصلت الشركة إلى هذا المنحى الخطير، لكن ما قام بإجراءات استباقية وقد فشل ذريع. أنا علاقتي زينة مع الوزير 6 سنوات، أحترمه واحترمي، لكن لله ثم للتاريخ يجب أن أقول، والمجلس قال كلمة هذا المجلس بأن الوزير فشل وتقاعس، ويجب أن يحترم رأي المجلس. هذا المجلس قال أن الوزير يجب أن يزال من وظيفته، يجب أن يحترم، وإلا ما قيمة المجلس اللي يمثل الشعب البحرين كله؟ شنو قيمته إذا قال الوزير ما يصلح؟ قالوا لا يصلح قسما عليك ويقعد. أيها الأخوة الكرام، الشركة مختطفة، وأقولها والله شهيد علي، صور رموز الخارجية كانت على لوكرات الموظفين، صور إيران وغيرها وحزب الله كانت موجودة باعتراف الشركة، وصور القيادة إذا موظفة بيحط صورة قيادة يطنزون عليه ويهددونه. هذه مو أنا قلتها، الموظفين الشرفاء اللي في بابكو قالوا. اللغة الفارسية في أكثر أقسام الشركة هي اللغة الفارسية وليست العربية. أنا أقول يجب، هذه كلها الحين لبن مسكوب، أنا ما بتكلم عنه، أنا بتكلم عن المستقبل. يجب أن يعاد منهجية سياسة التوظيف في الشركة، التوظيف والتدريب والبعثات. أيها الأخوة الكرام، فليكتب التاريخ قعدنا مع الموظفين اللي منهم يبكي واللي منهم يئن، يا رافضين ترقيته، يا رافضين التدريب ماله أو بعثته، أولاد بنات موظفين قدامى موظفين جدا، كلهم نقلوا لنا هذا الشيء. أيها الأخوة الكرام، إذا ما يصير استراتيجية، ما يصير استراتيجية للتوازن في هذه الشركة فإن المأساة ستعود. هذه الشركة وغيرها يجب أن نقول هذا الكلام، ويجب أن نقول أن الوزير فشل ولم يستطع أن يدير هذه الأزمة، وكان بالإمكان أن يفعل الشيء الكثير قبل الإضراب وقبل أن تصل الشركة إلى مراحل خطيرة ومتطورة. شكرا.